سريع. اللقب الذي حققه في 2018 بالاراضي المغربيه، واليوم نتكلم عن حسين يا عموته. اليوم ننتظر اداء افضل مقارنه مع المباراه الاولى والثانيه، لكن يبقى الهام اجمالا هو العبور. رضا الجعدي 11، ادم النفاتي 26، سفيان رحيمي 21، انو كاني رقم 14 حذاري من هذه الكره والمساوي في التغطيه. حكم يقول فيها تسلل، رايه مرفوعه وضعيه التسلل في اللقطه الماضيه في تاريخ مسابقات الشان. ولدينا كره وفرصه الهدف الاول لكن تضيع. ايوب الكعبي الكره طول مباشره، سيطره ودات مع البدايه، الوان-تو والاختراق، الرحيمي ينسل والدفاع بالصعوبه يتدخل في اول ركنيه مغربيه. اول ركنيه بالنسبه لحسين عموته. النمساوي يلعب كره مره جانبيه، لمسه راي على القائم الاول بقليل من التركيز كان ممكن يسوي في الركله. عمر النمساوي يسعد عمر خطيره، رائع يا عمر، رائع يا عمر. ان شاء الله يكون موفق في واحده من عمر النمساوي. تلعب هذه الركنيه بعيده دوره لتسديده ديال الكره. الجعدي مرر يرفع كره قائم الثاني، فرصه لا الكعبي ولا البوفتيني ولا الكان القادم، بينما كره في العمق والكعبي هي جول. في العمق ممتازه سريعه، الكعبي ينسل وسط مجموعه من المدافعين، طلب الكره في الدار، طلب الكره في الدار. يا سلام يا رحيمي، يا سلام يا رحيمي. لم رضا الجعدي حط هذه الكره. ننتظر العرضي على القائم الثاني، خطيره ممتازه هذه الحركه وبدايه الظهور على مستوى القاري، بينما كره وتسديده وانس الزنيتي بعد لكي يتابعها. يا انس لعناصر المنتخب المغربي. الانطباع الذي تولد في الربع السابق يكون عمر النمساوي في التنفيذ. عمر يلا يا عمر، راسيه لا اليسرى مع المساوي والتسديده بعيده مبعده بهذا الشكل، خطيره. لا زالت الفرصه هنا بعد الكره، طلع الكره هدف ياتي ضد مجرى اللعب لمنتخب اوغندا عن طريق اللاعب ابراهيم اوريت في هديرتنا. ابراهيم اوريت ينجح في تسجيل هدف، غلطه دفاعيه، غلطه في التغطيه. اول هدف يسجل في الحكم المالي يعطي الاشاره. عمر النمساوي يرفع كره، النمساوي الراسي على القائم الاول. النمساوي والراسي يحدث، لازم الضغط اكثر. انطلاقه من هناك الجيري من العرضيه، خطيره جول. يا الكعبي من جديد، لا رحيمي ولا الكعبي، لمسه الكعبي لكن مره جانب اللاعب كيوني. ما يمرش كيوندي تصل لانس الزنيت. ارضيه تكون افضل، بينما كره فرصه. ماذا اردت ان تفعل يا رضا؟ رضا تلعب بشكل مباشر يا رضا. زالت مغربيه، هذه فرصتنا في هذه الجوله الاولى. يعني على الاقل اليوم رتم المباراه اسرع من المباراتين الماضيتين. وتسديده اقوياء في التسديدات، نعم، من الجهه اليمنى. فرصه هنا مراوغه العرضيه، راسيه، جول. غير معقول. نتفوق في النزالات الثنائيه العاليه في الخلف، مرفوعه داخل منطقه الجزاء. الاكثار من الكيفيه من رضا مع ادم النفاتي. رضا الجعدي يرفع كره مره اخرى، رفع الكره وركله جزاء. نعم، الحكم بوبو تراوري يعلن عن ركله جزاء بداعي وجود لمسه يد في توقيت ممتاز مصر عليها المالي. لا تناقشني ولا تجادلني ولا تقول لي اي شيء. الحارس وخروجه من منطقته. عموما سنتابع ركله الجزاء. ايوب الكعبي يسعد لتنفيذ ضربه الجزاء في الوقت البدل الضايع. حكيم يعطي اشاره، الكعبي يتقدم. أخيرا يا الكعبي تفعلها، أخيرا يا الكعبي تسجل، أخيرا يا الكعبي تعانق الشباك بعد طول انتظار وبعد الحد العاثر. هاي ضربة الهدف العاشر في مسيرته باحتساب الأهداف. في البوفتين يدخل، ترجع مرة أخرى أوغندية، مرفوعة الكرة حتى بين يخلي منتخب أوغندا نعم خارج حسابات الشان. حلو المجال بين منسية ممتاز، وهذه كرة مغربية العرضية، جول.
رحيما بنا في هذه اللحظات. سفيان رحيمي كان رحيما بنا في هذه اللحظات. احلى انسلال واحلى انطلاقه، احلى تمريره كما جاءت رحيمي حتى في اقصى الركن الايسر. الباس والاسيست رائع لادام النفاتي. رحيمي والمهاره، رحيمي يا سلام، رحيمي المراوغه العرضيه ممتازه مغربيه. يلا يا جعدي، جعدي مر، جعدي مر، جعدي والعرضيه. الكره تجاوزت الخط ام لا؟ الحكم شافها. نعم الحافظي سيلعب تقريبا 30 دقيقه في هذه المباراه، وجوده مهم. معمر ترجع مره اخرى لعناصر المنتخب الاوغندي. زنيتي تخرج من حسابات التاهل، تلعب هذه الركنيه في القائم الاول. وطبعا هذه الدوره بينما كره خطا، فرصه ثالثه، الثالث هو جول، هو جول. يا الكعبي الثالث يضيع بهذه الكيفيه غير معقول، وجها لوجه مع حارس المرمى. والهجمه لا زالت مغربيه. الرحيمي تحول جهه اليمنى، رحيمي تسديده، لمسة رحيمي وتسديدة الحافظي. الحافظي ادم حافظي مر، حافظي ينطلق، حافظي يروح، حافظي في العمق، هذه ممتازه ممتازه. والحارس يتدخل مرة أخرى. الكعبي لا زالت موجودة. جول المساوي، جول ابن الحمامة تطوان، ابن الحمامة تطوان. المساوي القادم من الخلف. أن الهجمة كما ينبغي صارت 3-1 للمنتخب المغربي. 3-1. الطريق قريب، الربع النهائي بات قريبا يا أسود الأطلس. إذا النتيجة تتغير. المساوي أحلى السيمفونيات يا المايسترو الحافظي. الآن في مد هجومي، في طوفان. الكعبي ينطلق، الكعبي يدخل، الكعبي يتوغل، الكعبي على يمين. ابعاد سيء تبقى مغربيه. فرصه جول. الليله ليلتك يا رحيمي، اليوم يومك يا رحيمي. سفيان عاد إليكم من جديد. رحيمي يجدد العهد مع الشباك في هذه اللحظات. أوغندي الحكم يعطي الإشارة في هذه الأثناء. هنا تسدد الكرة. هدف رائع للمنتخب الأوغندي في هذه اللحظات. هدف رائع للمنتخب الأوغندي في هذه الأثناء عن طريق الصايدي كيكيوني. هذه الإعادة، اللحظة اللي دخل فيها الحكم أعلن عن ضربة حرة. هدف رائع بكل أمانة، هدف رائع بكل أمر. حافظي ينسل، حافظي والخامس. نعم حافظي والخامس. 5 وخميس عليك يا الحافظي. صارت 5 وخميس عليك يا ابن الرجاء. 5 وخميس، 5 عليك يا حافظي يا ابن بالجعد، ولد بالجعد، ولد